طيب بصوا معايا، في عندنا كام حاجه في زوم هنشرحها النهارده باذن الله. الجزء الخاص بموضوع تسجيل الشاشه بتاعت حضرتك وانت بتتدرب، الجزء الخاص بشغل شغل حضرتك لو جهازك ايفون، ماشي، الجزء الخاص لو في مشكله في الصوت وانت مش سامعني، تمام. الكلام ده هنبدا نشرحه واحده واحده عشان ما ننساش حاجه والناس تبقى في مشكله عندها في حاجه واحده ما نفتكرش ان احنا هنقولها. طيب ادي الايفون، وادي الجزء الخاص بمشكله الصوت، وادي الجزء الخاص بالبث المباشر، وادي الجزء الخاص بالكاميرا المقفوله، وادي الجزء الخاص بالكاميرا المفتوحه. بصوا حضراتكم معايا، اول شيء هنشتغل عليها، اول حاجه هنشتغل عليها الشاشه اللي فيها مشكله في الصوت. هنشتغل اول حاجه عندنا زوم، برنامج زوم. عندنا ادي التولز بتاعتنا اهي الجزء ده بتاع الادوات. حضرتك اول حاجه بتعملها بعد ما تخش على زوم على طول بيقول لك لو اول مره تشتغل بيقول لك دخل الاسم. لو الاسم اللي عندك اللي جابه لك مش مظبوط بتغيره وتقول له اوكي، ماشي. دخلت على زوم هتلاقي الشاشه اللي قدام حضرتك دي موجوده، تليفون حضرتك بالعرض كده وانت شغال على زوم، تليفونك بالعرض مش بالطول. دايما وانت شغال على زوم التليفون بتاعك شغال بالعرض. طيب بتقابلك اول حاجه ولو اول مره تشتغل خاصه ان هتلاقي الصوت عند حضرتك، علامه الصوت هتبقى بالشكل ده اهي. علامه الصوت لو بالشكل ده بيبقى عندك حل من اتنين. الحل الاولاني انك توصل سماعه عاديه خالص اللي هي السماعه السلك دي، السماعه السلك العاديه خالص، ماشي. الحل التاني هتدوس على العلامه دي نفسها هيظهر لك اختيارين كده. الاختيار اللي فوق هو اللي تاخده، الاختيار اللي تحت اللي هو كلمه واي فاي مش هتدوس عليه، تمام. يبقى عندي لو العلامه عامله زي السماعه دي، ثواني نحذفها عشان الناس تشوفها اهي. بصوا معايا، لو عندك الشاشه بتاعت زوم اول ما ظهرت عندك العلامه دي ظهرت، حضرتك لا هتسمعني ولا هسمعك. يبقى المفروض ان احنا كده الصوت مش متعرف، صوت الجهاز عندك مش متعرف، تمام. فلازم تدوس على العلامه اللي في الجنب دي، السهم اللي في الجنب ده او على علامه السماعه عادي. هيجي لك اختيارين، الاختيار الاولاني هتختاره عشان يشغل لك السماعه بتاعت التليفون، والاختيار التاني ده لو واي فاي مش عايزينه دلوقتي خالص ومش هنستخدمه. الاحسن في الحاله دي كمان ان حضرتك يبقى معاك سماعه سلك عاديه خالص وانت شغال على زوم، خاصه لو انت في مكان فيه دوشه او مكان فيه صوت او في مكان ناس فيه كتير في المكان ده. يبقى انا عندي اول حاجه ايقونه الصوت عشان تظهر عندي بالشكل اللي اوريه لحضراتكم بالشكل ده. هو الشكل ده اللي المفروض يكون عليه شكل زوم لما هتيجي تشتغل عليه اول مره. بصوا معايا كده، الايقونه هنا اختلفت، بقى شكلها عامل ازاي؟ بقت عامله زي المايك، والمايك ده محطوط عليه علامه حمراء كده ان ده الصوت مقفول. الصوت مقفول، احنا بنقفل الصوت عندنا عشان اللي بيتكلم بس هو اللي يبقى صوته واضح والدنيا تبقى رايقه. لو احنا سيبنا المايك مفتوح للناس كلها هتبقى في مشكله، تمام. طيب الجزء اللي بعده على طول موضوع الكاميرا. موضوع الكاميرا دي لو حضرتك دلوقتي قافل الكاميرا مش هتلاقي هنا ايقونه. لو حضرتك فاتح الكاميرا، يعني لو داس، يعني مثلا الاستاذ دكتور عبد العزيز، تمام، فتح الكاميرا، لو لمس الشاشه بتاعته هيلاقي هنا علامه كده وجواها دايره، مربع جواها دايره، دي الكاميرا اللي ورا. لو داس عليها هيشغل الكاميرا الخلفيه. لو انت دوست على العلامه دي هتشغل الكاميرا الخلفيه، تمام. على افتح الكاميرا كده وشغل الكاميرا الخلفيه لو ينفع. اللي ممكن يفتح الكاميرا الخلفيه شغالها كده يا شباب، اللي ممكن يفتح الكاميرا الخلفيه شغالها. هتفتح الكاميرا من هنا، تمام، وتدوس على العلامه اللي جنب الصوت دي هيفتح لك الكاميرا اللي ورا، تقدر انت بعد كده تدس النشاط بتاعك وتشتغل. يبقى اول حاجه قلناها من البدايه خالص كده، بتفتح زوم، تمام، هتلاقي الاسم بتاع حضرتك جاي لو انت اول مره تشتغل، يا اما تغير الاسم ده او تخليه زي ما هو. بعد كده تدوس اوكي. دخلت على زوم هتلاقي الصوت عندك بالشكل ده لو انت معرف الصوت. لو جات لك العلامه اللي هي عامله زي السماعه اللي هي بنلبسها، السماعه اللي هي الضخمه دي، هتقوم دايس عليها بس وتختار الاختيار اللي فوق، هيفتح لك الصوت، تمام كده. طيب لو انت معاك هاند فري، من اول ما هتحط الهاند فري يشتغل لك الصوت عادي جدا ومفيش اي مشكله، تمام. طيب الكاميرا، حضرتك لو فتح الكاميرا هتظهر عندك العلامه اللي فوق دي، لو مش فاتحها هيظهر عندك بس المايك ده. لو انت مشغل السماعه الهاند فري المايك ده مش هيظهر اصلا، المايك ده مش هيظهر اصلا. طيب نيجي بعد كده على بارتيسيبانتس. بارتيسيبانتس دي معناها مين اللي موجود في الميتنج اللي احنا موجودين فيه، اللي موجود في الاجتماع ده مين، كم واحد موجودين فيه، اسمائهم ايه. اسم حضرتك بيكون رقم واحد فوق، اسم حضرتك بيكون رقم واحد فوق. الاسم اللي بعدك على طول اسم الادمن بتاع الاجتماع، مين اللي بيشغل الاجتماع ده، مين اللي بيديره، مين اللي بيقدر يفتح للناس الصوت ويشغله، مين اللي بيخلي الناس بيقول لك اتفضل اتكلم حضرتك او ما تتكلمش، تمام كده.
لما تيجي الاسم اللي عند الاسم حضرتك الموجود على زوم انت مش عايزه او عايز تغيره، هتدوس على 3 نقط كده جنب اسمك، في 3 نقط جنب اسمك كده، تمام. ال3 نقط دول هيفتح لك مربع او مستطيل كده صغير في الاسم الموجود حاليا، لو ضغطت عليه بالازرق هيتظلل بالازرق زي الرسائل بتاعه الواتساب. تمسح عادي خالص الكلام مكتوب فيها وتكتب الاسم اللي احنا عايزين حضرتك تكتبه فيه دلوقتي. احنا عايزين حضرتك وانت على زوم معانا هتكتب كده ميم شين مثلا مركز شباب ايه؟ مركز شباب البياضيه مثلا، اقوم كاتب ميم شين البياضيه الاسماعيليه وبعدها علاء محمود. غير بقى الاسم يا كابتن علاء، كابتن علاء غير الاسم، خليه كده ميم شين البياضيه، تمام، علاء محمود، بياضيه اسماعيليه علاء محمود. ليه احنا بنقول كده؟ مثلا ميم شين 15 مايو اكتبي جنبها القليوبيه. هنكتبها ازاي؟ هاجي ادوس على بارتيسيبانت دي، تمام، هلاقي اسماء الناس كلها ظهرت هنا اهي، اسماء الناس ظهرت واول اسم فوق اسم حضرتك. هتدوس على ال3 نقط اللي جنبه او حتى تدوس على اسمك هيجيب لك اختيارات. الاختيارات دي فيها اختيار اسمه رينيم. اسمه ايه؟ رينيم اهو. كلمة رينيم دي هتدوس عليها هيفتح لك مستطيل بالشكل ده وفي الاسم الموجود حاليا بالازرق. هتمسح الاسم كده، تمام، وهتكتب ميم اهو، ميم شين، نقول مثلا ايه 15 مايو القاهرة عباد الجزار، تمام، ماشي كده خلصنا الجزئية دي. طيب خش على الجزئية اللي بعدها، هفتح لكم صوت حاضر بس هنخلص الجزئية دي. الجزء اللي بعد كده كلمة شات. كلمة شات، كلمة شات دي لو حضرتك عايز تكتب حاجة للأدمن بتاع الاجتماع، لو حضرتك عايز تكتب حاجة لزميلك اللي موجود معاك في الميتنج، ماشي. لو حضرتك عايز تسجل بياناتك في الأول زي ما احنا قلنا كده، الناس كلها تسجل بياناتها، الاسم والمركز والمحافظة، ماشي. طيب خلاص أنا سجلت الاسم وبعته، تمام كده، وبرده الأدمن اللي في الاجتماع ما خدش باله، أقوم جاي على القلب ده وأقوم دايس عليه، القلب ده ألاقي فيه عندي مجموعة ايموشنز كتير جدا موجودة، منها الايموشن بتاع رفع الايد زي ما زميلنا كده مركز شباب الاتحاد رفع ايده، ده اللي احنا عاوزينه من زوم. طب انت خلصت دلوقتي، دخلت على زوم، دخلت على زوم وعايز تتكلم وهتبدا تقول الشغل بتاعك، هتقول كده اسمي عباد الجزار مركز شباب 15 مايو محافظه القاهره، تمام. النهارده عندي نشاط ثقافي، ماشي. النشاط ده داخل الخطه، النشاط ده المفروض فيه عندي الفئه العمريه مثلا طلائع او شباب، احنا النهارده بننفذ النشاط ده داخل الخطه. عندي في الخطه بتاعتي يوم الخميس اللي جاي فيه نشاط كذا، يوم الاحد اللي بعده نشاط كذا، يوم الثلاث اللي بعده نشاط كذا، المركز عندي العضويه فيه للفئه الطلائع بكذا والعامله بكذا، عندي ملعب خماسي بيتاجر ساعه بالنهار بكذا وبالليل بكذا، عندي منطقه موجود فيها مثلا ملاهي، عندي صاله جيم، عندي مكتبه. المركز ده تبع حياه كريمه، المركز كان وضعه عامل ازاي في الاول، دلوقتي بقى وضعه عامل ازاي. كان معاكم عباد الجزار مسؤول المتابعه الرقميه مركز شباب 15 مايو محافظه القاهره. شكرا. خلصت كلامك وخلصت تقديم مركزك وتقديم نشاطك، عايز تخرج من زوم هتخرج من هنا كلمة ليف، تمام، تعمل بس مباشر على صفحة مركزك وتعمل صور بعرض الموبايل وانت موجود حاليا في الميتنج ده. حضرتك اعمل سكرين شوت للاجتماع ده دلوقتي حالا بعد اذنكم، اعمل سكرين شوت دلوقتي وابعتها على جروب المتابعة الرقمية بتاع حضرتك في المحافظة ان انت حضرت اجتماع معانا النهارده على زوم. ممكن؟ يلا بعد اذنكم انا هبص على التليفون اهو، شوف مين كده اللي واخد سكرينات. يلا ده الجزء بتاع زوم.